والناظر في قصص النبيين يجد ذلك واضحا جليا. ففي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حاول إخوته أن يمنعوه المنزلة التي أراد الله تعالى له، وألقوه في الجب وأبعدوه عن أبيه، ولكن الله تبارك وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أراد فرعون أن يقتل الذرية من بني إسرائيل لكي يمنع خروج ذلك الصبي الذي سيستولي على ملكه كما أخبره الكهنة، فكان الله تبارك وتعالى له بالمرصاد، فتربى موسى عليه الصلاة والسلام في قصره وعلى فراشه وتغذى بنعمته، لأن الله تبارك وتعالى عزيز لا يرد أمره. وهكذا عندما أراد اليهود أن يقتلوا نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، رفعه الله إليه وأنجاه من كيدهم ومكرهم، قال عز وجل: وكان الله عزيزا حكيما. فهو سبحانه وتعالى لا يغالب ولا يرد أمره، ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاءه الناس إن لم يشأه لم يكن.